الغذائية. يتجدد اللقاء في بداية هذه الحلقة. نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، ومع البرامج التي تهدف إلى بناء القيم وتحقيق الفائدة ونزول تعاليم وقيم ديننا، في هذه الحلقة بإذن الله نتناول موضوع ما يتعلق بالمجالس وبما يكون كذلك في هذه المجالس من الصحبة والصحبة وما لها من أثر، سواء الجليس الصالح والجليس السوء. هذا الموضوع لا شك له يعني تأثير بالغ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: انظروا إلى من يخالل أحدكم، فالجليس الصالح له أثر وله كذلك يعني تأثير بالغ، فالإنسان عليه أن ينظر إلى من يخالل ومن يصادق ومن يصاحب. فكما قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أو يصادق، أو كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الجليس يجب أن نتعرف كيف له يكون تأثير وفائدة، وكيف له أيضا حقيقة أثر بالغ سواء كان إيجابي أو سلبي. في هذه اللقاء وفي هذه الحلقة الطيبة بإذن الله نعيش مع في هذا الموضوع من جوانب. في بداية لقائنا هذا لعلنا أن نعرف ما هو الجليس وكيف يمكن أن نحدد سواء هو يعني إيجابي أو سلبي. فضيلة الشيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان وركب فيه جملة من الخصائص وجملة من الطباع، وهذه الطباع وهذه الخصائص يعني يمر عليها الإنسان تارة يعني يأخذ فيها فترات طويلة، وأحيانا تكون أيضا يتجاوزها صورة أو أخرى. مثلا عندما قال العلامة ابن خلدون: الإنسان مدني بالطبع، أي أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون مستوحشا، أو لا يمكن أن يكون يعيش منفردا. وبالتالي هذا هو الوضع الطبيعي للإنسان. يعني الوضع الطبيعي للإنسان أنه يألف ويؤلف، وأنه يصادق ويصادق، وأنه يصاحب ويصاحب، وأنه يقارن ويقارن. يعني هكذا طبيعة هذا الإنسان، ويخالل كذلك. وكلها سبحان الله مصطلحات، لكن كل واحدة لها دلالاتها. مصطلح الصديق، مصطلح الصاحب، مصطلح القرين، مصطلح الخليل، هذه كلها يمكن أن تشترك في شيء واحد، ولكنها أيضا يمكن أن تختلف في معانيها وتختلف في دلالاتها. فمثلا مفهوم الخلة، مفهوم الخلة هو قمة الحب وقمة ما يمكن أن يملأ القلب. وهذا النوع من العلاقة بالنسبة للأنبياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه خالص لله سبحانه وتعالى، لم يعطونه لأحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، غير أن صاحبكم خليل الرحمن. كذلك إبراهيم عليه السلام، أي بمعنى امتلأ قلب هؤلاء في تعلقهم بالله وحده، فليست هنالك مكان للخلة عند هؤلاء لغير الله عز وجل. لكن تبقى الصحبة، وتبقى الصداقة، يبقى القرين، وهكذا تبقى هذه المساحات كلها، وتبقى العلاقة العادية. هذه كلها مراتب بطبيعة الحال. ولذلك الإنسان يعني في هذه العلاقة التي تتكون ما بينك وبين البشر، تبدأ بعلاقة عادية، ثم تتطور كما ذكرت إلى صداقة أو إلى صحبة، ثم إلى صداقة. والصديق هو من أعلى المراتب، لأنه من تصدقه في مودتك ويصدقك في مودته. ولا يقال هذا صديق إلا إذا كان هنالك صدق في المودة. لكن يمكن أن يقال صاحب وهو دون ذلك. أما الصديق لا يقال صديق إلا وبالتالي مساحات الأصحاب والعلاقات قد تكون أوسع مساحات الأصدقاء. فمساحة الصديق ضيقة، ومساحة الأصحاب تكون يعني كثيرة جدا. فيمكن لشخص أن يكون له 20 صاحب، ولكن قد يكون له صديق واحد يبوح له بكل ما لديه
ويشرح له كذلك، وكذلك يتلقى منه بنفس الطريقة. هنا نلاحظ بأن هذا النوع من العلاقات إما أن يبنى على الخير أو يبنى على الشر والعياذ بالله. فإن بنيته على الإيمان بالله وعلى العمل الصالح وعلى ما ينفع الناس وعلى ما فيه خير البشرية، فأنت إنما اتخذت صحبة صالحة، اتخذت صحبة صالحة. وإذا كان لا، جافيت هذا الجانب، لم تراعي قضية العلاقات الإيمانية، ولا يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجلان تحابا في الله. نعم. رجلان تحابا في الله، قال فاجتمعا عليه وافترقا عليه. يا سلام. هذه عندما تكون العلاقة علاقة إيمانية، بمعنى تتعزز كلما كنا عوامل خير لبعضنا، ونجتنب بعضنا البعض إذا رأينا لا لم نعد نحن عوامل خير، إنما صرنا عوامل عمل شر. لذلك هنا نفرق ما بين الجليس الصالح والجليس السوء بهذا الاعتبار. والله إن كانت مؤسسة على تقوى الله، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار. فأنت التأسيس الأول للعلاقة انظر فيه، هل هو علاقة قائمة على الإيمان بالله، قائمة على أنك هذا الشخص ترتبط به لأنه مؤمن، لأنه مسلم، لأنه أمين، لأنه صادق، لأنه يذهب إلى الصلوات ويصلي في المساجد، صادق في معاملاته، أم أنك لا والله ترتبط به العلاقات نسبية أو علاقات مصلحية، علاقات مالية، إلى غير ذلك من العلاقات. فعلى كل، أنت الآن أمام مدرستين، مدرسة الخير والنفع ومدرسة الشر والضرر. بالتالي هنا لا بد للإنسان أن يحسن الاختيار، لا بد للإنسان أن يحسن اختياره في من يصادق في من يخالف. بارك الله فيكم على هذا الاستهلال فضيلة الشيخ. ونحن تحددون لنا يعني كيف يختار ومن يختار. هل فضيلة الشيخ يعني في هذا الباب، يعني هل الإنسان يعني يعيش ممكن منفردا ولكن لا بد يعني أن يكون له، يعني حتى بعد ذاك نأتي إن شاء الله لجوانب أخرى، لما ابتداء يعني حتى ما يأتي من يقول أنا ممكن أستغني ولا أعيش منفردا. هل هذا هنا في حياتنا قائم، أم أنه الإنسان يؤمن أنه لا بد له من يصاحب، يعني حتى لا يقع يعني يا إما في وحشة أو يقع في الطرف الثاني من الصحبة؟ بارك الله فيك. نعم. عموما موضوع الصحبة وموضوع عدمها له علاقة بالمخالطة، وله علاقة كذلك بالعزلة. بعض الناس سبحان الله العزلة أنفع له ويذهب في هذا الاتجاه، بل يرون أن مقولة ابن خلدون الإنسان مدني بالطبع، يقول لك هذا هو الوضع الطبيعي للإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش إلا مع البشر. لكن التصوف يحملك على مساحة أخرى، وهو أنك كيف ترتقي من الوضع الطبيعي إلى أن يكون أنسك بالله. هذه قصة أخرى. فالذي ارتقى إلى أنه والله أنسه بالله وراحته مع الله ومع ذكر الله ومع الخلوات، هذا شيء آخر. لكن كم هؤلاء في المجتمع؟ قلة. هذا لا. وبالتالي نحن نقول أن الشريعة تريد أن تشدك إلى هذه المساحة، لكنها تتعامل معك واقعيا بأنه أنت لا يمكن أن تعيش إلا مع الناس. أنت ستحتاج إلى الناس في دنياك، لا يمكن أن يعيش الإنسان منفردا. فاليوم مثلا الخبز التي نأكلها كما يقولون يشترك فيها المزارع، ويشترك فيها الطحين صاحب الطحن، ويشترك فيها صاحب الفرن، ويشترك فيها صاحب البقالة. فأنت مع مجموعة من الناس، مش كده؟ ويشترك فيها العجال إلى غير ذلك. فأنت خبزة واحدة اشترك فيها كم؟ 5-6 أشخاص إلى أن تصل إليك. فما بالك بحياتنا الأخرى، وخصوصا في ظل هذا التشابك والتعقيد الذي تعيشه اليوم البشرية. فأنت في حالة من التعقيد المستمر للأسف الشديد. كلما تدخلت الدولة في شؤونها بالتقنين والتشبيك للإنسان من شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة، تجد أنت في حالة تشابك، وبالتالي يصعب الحديث عن الاستغناء عن الناس. فنحن نقول بأن الإنسان بحاجة في علاقاته، حتى في قضية دينية أيضا، في القضية الدينية نفسها أنت بحاجة إلى من يعلمك، يعلمك القرآن، يعلمك السنة، يعلمك الفقه، يعلمك. فإلى أن تصل إلى مستوى أنك خلاص أخذت حظك، تحتاج إلى هذا. فأنت ستحتاج إلى الشيخ.
الشيخ الذي يسمونه بالشيخ الفتاح الذي يفتح لك العلوم. وستحتاج إلى الصاحب، وكانوا يقولون شيخ فتاح وصديق وضاح. الصديق الذي تستطيع أن تستوضح معه المسائل وتناقش معه المسائل. فإذا أنت بحاجة في دينك إلى الشيخ وإلى الصاحب. نعم. مش كده؟ جدا. الشيخ إلى الصاحب والخليل، وهي التي قال عنها الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء واجتهاد وحرص وبلقة وصحبة أستاذ وطول زمان. فإذا أنت محتاج إلى الأستاذ، محتاج إلى الصديق، محتاج إلى من يفيدك ويربيك أيضا. نعم. ومن يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويثبتك عند الملمات وعند المشكلات ويقف معك كذلك في أوقات المحن. هذه كلها الإنسان صعب جدا أن نقول بأنه يمكن أن يعيش منفردا، ولكن كما قلت أنه أحيانا بعض الناس يصل إلى مستوى من الذكر والتعبد والعزلة إلى أنه يشعر بالوحشة مع الناس. أما الأوضاع الطبيعية فالإنسان يستوحش بدون الناس. عوى الذئب قال: فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. هذه في الأوضاع الصعبة جدا. الإنسان أحيانا خلاص يمل الناس ويمل البشر لسوء معاملاتهم، فيقول والله صرت آنس بإيه؟ بالذئاب عندما يعوي الذئب مثلا. فنحن لسنا الآن في عالم الذئاب، خلينا نقول بأنه أنت في عالم البشر، في العالم الذي يمكن أن تأخذ منه وتعطي، في العالم الذي تتعاون معه، في العالم الذي تستفيد منه. وبالتالي الصحبة مسألة مهمة. نعم، بارك الله فيكم. حقيقة هذا الأمر، أمر الصحبة وأمر الجليس وأمر حقيقة الأخوة، ويعني أمر ورد في الشريعة ما يعني النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. لعلنا فضيلة الشيخ أن نطلع الإطلالة على ما يؤيد ويؤسس لهذا الأمر الهام في حياة المسلمين اليوم. طبعا بالنسبة للقرآن الكريم أولى موضوع الصحبة، موضوع الخلة، موضوع الصداقة أولاها اهتمام خاص، وبين بأن هذه الخلة يعني أو هذه الصحبة بنفس التقسيم الذي ذكرناه. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا هذا الحديث مثلا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء حامل المسك ونافخ الكير. نعم. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نعم. ونافخ الكير تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثيابك. مش كده؟ نعم. فهذه الحالة النموذجية، هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمثال يتضح المقال كما يقال يعني. فأنت الصديق الصالح إذا جالسته استفدت منه في دينك ودنياك. نعم. وإذا وجد منك انحراف نصحك. جميل. وإذا وجدك منك تكاسل شجعك. وإذا وجد منك مثلا نوع من الغفلة ذكرك. فالصديق الصالح دائما أنت معه في فائدة لن تجد منه، وخصوصا الذي يصدقك وتصدقه. يعني ليس الذي صديق المجاملات، لا، يعني الذي يجامل الناس. مثلا كثير من الأصدقاء يجاملون بعضهم البعض، يراك في المنكر ولا ينكر عليك، هذا ليس صديقا بالمعنى الحقيقي يعني. الجليس السيء بنفس القدر هو أيضا الذي يذهب بك نحو الشر، يقربك منه، يحبب إليك المنكرات، يعجب في أنك أنت لا تذهب معه في سبيله. هذه كلها من الأشياء التي على كل أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن الكريم أشار إلى تداعيات هذه الخلة. الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لنا بأن والله في هذه الدنيا الناس أخلاء، لكن هذه الخلة يوم القيامة إما أن تكون خلة على تقوى الله ورضوان فتتصل وتستمر، وإما أن تكون على غير ذلك. فالله عز وجل يقول: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيوم القيامة الأتقياء وحدهم هم الذين تتصل صداقتهم وتتصل خلتهم ويتصل صحبتهم. وأما غير الأتقياء فإنها مقطوعة، غير الأتقياء فإنها مقطوعة. وبهذه المناسبة سبحان الله هنالك لطيفة في المصحف العثماني عندما تتتبع لفظة الصاحب والأصحاب. سبحان الله، الأخوة، الصاحب الذي تجمعك به عقيدة وإيمان وعمل صالح لن يكون مفصولا بالألف. في الرسم تجدها متصلة، حتى في الرسم العثماني تجدها متصلة.
لما يتكلم عن أصحاب النار الألف ما تكتب على الألف الصغيرة هذه، تجد يجيب الألف الكاملة فتظل الألف مفصولة عن الباء. فكنت أقول سبحان الله حتى في الرسم العثماني الله تبارك وتعالى ألهم كتاب هذا المصحف بأن التوافق الديني يوجب الوصل، والمفارقة الدينية توجب الفصل. عجيب. حتى في الرسم، يعني أنت لو تتبعت هذا الموضوع سبحان الله ستجد هذا الجانب. إذ يقول لصاحبه مثلا، لصاحبه اللي هو أبو بكر الصديق، تجدها من غير ألف مفصولة. ولكن لما يتكلم عن صاحبكم والمسألة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم تجد الألف طالعة. فكنت أقول الوصل والفصل حتى في الرسم. يا سلام. إذا اتصلت العقيدة اتصل الرسم، يا سلام. انفصلت العقيدة انفصل الرسم. جميل. أيضا عندنا يعني الآية التي يعني ذكرت في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه من الآيات حقيقة التي يعني تحرك القلوب وتجعل الإنسان في وضعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساهل في العلاقات وفي الصداقات وفي الصحبة. لماذا؟ لأنه هذا الخليل السيء ستعض عليه يوم القيامة، سيعض الإنسان على لماذا؟ لأنه قد ينتهي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. وهذه طبعا الآية نازلة في هذا الجانب. وهنا نلاحظ سبحان الله خطورة الصحبة السيئة. خطورة الصحبة السيئة ليست في الدنيا فقط. موضوع الدنيا ملحوق، يعني يمكن أنك تتدارك، لكن خطورة أن هذا الصاحب يأتيك في لحظة من اللحظات سبحان الله ويحسم أمر مستقبلك، كما جاء أبو جهل وواحد آخر أظن عبد الله بن أمية، جاءوا في لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فيأتي هؤلاء ويقولون يعني كيف تترك ملة عبد المطلب؟ قل حتى قال أنا على ملة. لحظة، هذه سبحان الله شوف النهاية. هذه النهاية التي جعلت أبو طالب في النهاية إلى مسار آخر تماما، مع أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكافح عنه وحرص على أن ينصره عليه الصلاة، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف النهاية كيف كان. ولذلك القرآن الكريم يصور لنا هذا المشهد الذي لا بد أن ننتبه إليه فيما يتعلق بالقرآن الكريم ودلالاته. أظن هذه بعض النماذج التي طبعا نحن هنا لا نتكلم عن القرين الآخر، لأن القرآن يتناول قرين البشري ويتناول القرين الشيطاني. القرين الشيطاني هذا طبعا أنت معه في جدال وفي استمرار، وبالتالي تارة يؤثر عليك وتارة تؤثر عليه وتارة يتغلب عليك وتارة تتغلب عليه. حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت قال حتى لكن الله نصرني عليه فأسلم. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أيضا هنا نتكلم عن القرين، على الأقل هنا القرين البشري، الصاحب البشري الذي تراه ويراك. أما القرين الآخر فإنه يراك ولا تراه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. حقيقة الإنسان في حاجة إلى أن يعرف هذا الصاحب وهذا الجليس. ممكن يأتي سؤال يقول كيف أميز يعني هذا ما الصفات ما الطبائع التي تجعلني حقيقة على أساسها وعلى معيارها أختار يعني من يكون لي صاحبا وجليسا، وخاصة أنه يعني الأمر حتى يصل إلى مسألة الدين ومسألة فقد يعني والمرء على دين خليله. هذه الأمور يعني مهمة شديدا نعرفها ونعرف بها يعني المستمعين والمستمعات. وإن ذكرت هذه فبالمقابل يعرف الاتجاه الآخر قد لا نطول فيه. إن عرفنا الأصل هذا والصفات الجميلة والمطلوبة، بالتالي المشاهد والمستمع الكريم يعرف وبدها تعرف الأشياء. وبارك الله فيكم. الله عز وجل يقول: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بعض الأصحاب كما تفضلت كيف أعرف؟ بعض الأصحاب المعلم عندهم واضح، هو أن هذا الشخص الذي أمامي شخص مؤمن، نعم، مسلم،
ملتزم بأحكام الله، ملتزم برسالة النبي صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه. معياره في التقدم والتأخر هو ماذا قال الله. إن قال الله له أبحت لك تقدم، وإن قال الله له حرمت عليك ومنعتك تأخر، وتوقف عند حدود الله وأقدم عند المباحات التي أباحها الله له. فهذا أول معلم أنت لابد، يعني لما قلنا بأن والله يعني اجتمعا في الله. نعم يا سلام. الاجتماع في الله ما اجتماع دنيوي، يعني لم يكن اللقاء لقاء تجاري، إنما ابتداء يعني يمكن يتطور للعلم. الأخوة في الله قد تتطور إلى مصالح أخرى، لكن ابتداء التأسيس لها أنك والله عندما اخترت هذا الصاحب اخترته لتعظيمه لله، لخوفه من الله، لرجائه فيما عند الله سبحانه وتعالى، لحرصه على الشعائر. وهو ما شاء الله تجده والله من الذين يسارعون في الخيرات، يسارعون في الصلوات، يسارعون في الصيام، يسارعون في الزكاة، يسارعون في الحج، ويأخذك معه. يا سلام. تجده آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، تجده حاث لك دوما على ما يجعلك تتقدم وتتصدر إلى الأعمال الصالحة. فهذا المعيار الأساس، إن والله أنا هذا الشخص جمعتني به هذه القضية، جمعتني رسالة واضحة، رؤية معرفية واضحة، تصورات واضحة، سلوكيات واضحة، تصرفات واضحة. هذا الشخص الذي نتكلم عنه بأنه جليس إيه؟ جليس الصالح. الجليس السيء على نقيضه تماما، وقد يكون كافر بالله أو كافر باليوم الآخر، مش كده؟ مثل هذا الصاحب الذي يجادل صاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي، مش كده؟ فهو هذا مثلا واضح أن هذا النوع من الجلساء الذي يجادلك في الله ويجادلك في اليوم الآخر، ويتصور بأن ما آتاه الله سبحانه وتعالى من النعم إنما هي محض، هذا نفسه يعتبره نوع من التفضيل الخاص، نوع من التفضيل، ويتصور بأن الذي لم يؤته الله مالا بأنه محروم. هذه التصورات الخاطئة التي تنطلق للأسف الشديد من الرؤية المادية لهذا الإنسان ولهذه الحياة. هذا الصديق هو الذي نتكلم عنه بأنه صديق السوء. هذا لا يأمرك بمعروف ولا ينهاك عن منكر، بل بالعكس حالته كحالة المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن إيه؟ عن المعروف. هذا النوع من الصحبة لا يشدك إلا إلى المنكرات، لا يحضك إلا إلى ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي جليس السوء هو في هذه المساحات. الجليس الصالح مناقشاته، مداولاته، حديثه كله مراعى فيه إيه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. الجليس السيء لا يراعي في ذلك، فتجده مستهزئا بالله، مستهزئا بكتاب الله، مستهزئا بالمؤمنين، مستهزئا بالمسلمين، وهذا شأنه. فهذا الذي نتكلم عنه بأن الله جليس الصالح معالمه واضحة، هو على البر والتقوى وعلى الخير وعلى الإيمان وعلى الإسلام وعلى الإحسان، وهذا تجده والعياذ بالله على الكفر والفسوق والعصيان. فبهذه الصورة تتضح لك المعالم على الأقل العامة للصديق الصالح. وكل إنسان سبحان الله أعرف بصديقه. نعم. لأنك لما تحتك معه، فمثلا الصديق الذي لا يهتم كثيرا بأن والله إذا أذن المؤذن يتحرك إلى المسجد مثلا، هذا معلم، مش كده؟ الصديق الذي مثلا في المعاملات المالية لا يراعي الحلال والحرام، هذا معلم. الصديق الذي في الفواحش أو في العفة لا يراعي المحرمات، والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وهو لا يبالي. فهذا صديق سوء، ولا بد الإنسان أن يبتعد عنه، إما أن ينصحه ويذكره ويؤثر عليه وينقله من الحالة الطيبة، وهذا طبعا مطلوب. يعني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنت تصبر على أذاه حتى تنقله، لكن إذا شعرت بأن هذا الشخص سيؤثر عليك ولا يتأثر بك، فقد تكون العزلة والمقاطعة له أنفع طبيعة الحال. نعم. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح، ونحن نسير قدما إن شاء الله في جوانب موضوع لقائنا هذا. فضيلة الشيخ، قد يعرض لنا أن نتحدث أيضا عن الحقيقة اللي في واقعنا اليوم. يعني قد تكون الصداقات المباشرة يعني قلت، وحقيقة هجم عليها هذا التواصل والصداقات عن بعد. فماذا تقولون عن هذه يعني التي تأخذ الأوقات، وربما هل ينطبق عليها ما ذكرنا؟ كيف نضبط هذه العلاقات التي
حقيقة تستهلك من الوقت، ويعني أيضا تغزو عقول يعني من يربط هذه الروابط، وربما فيها من الملاحظات ومن ينبغي أن ننبه عليه في حديثنا هذا. بارك الله فيكم. هو على كل نحن سبحان الله في زمان أي. حصل فيه تطور تكنولوجي كبير جدا. نعم أثر. حتى مقولة أن العالم قرية واحدة صارت هذه مقولة قديمة الآن، يعني اليوم العالم صار غرفة واحدة وليست قرية واحدة. فأنت في غرفتك يمكن في نفس الغرفة يشاركونك ملايين الناس، سبحان الله. بمعنى أنه مليون شخص أو أكثر من مليون شخص يشاهدون حدثا معينا في العالم وقع في منطقة ما وهكذا. وبالتالي المشهد معقد، المشهد معقد جدا. حتى اليوم تقريبا علماء النفس صاروا يناقشون، يعني منظمة الصحة العالمية مثلا كان أخرجت تقرير بأنه والله العالم من كل 8 أشخاص في شخص واحد مريض، هكذا يقول. لكن عمليا المرض أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن المنظمة اعتمدت فكرة الفصل، وكأنما هنالك 7 أشخاص في العالم سليمين جدا، وهنالك واحد من ال8 مريض جدا، بينما نحن عبارة عن مرضى متداخل. ونقلنا الآن هذه الصورة، هذا قصدي من المثال، نقلنا هذه الصورة التي نعيشها إلى العالم الافتراضي. فلما ندخل إلى الذكاء الاصطناعي مثلا اليوم ونتكلم معه ونأخذ ونعطي، ما الذي يعطينا من نتائج؟ يعطينا النتائج التي أدخلناها إليه. فما أدخلناه من أمراض، وما أدخلناه من تصورات خاطئة، وما أدخلناه من إحصاءات مزيفة أو إحصاءات موهمة سيعطينا إياه. فهو نفسه سيقول لك والله يا أخي الأصحاء 7 ولا المرضى كم؟ 1. طيب إيش توصيفكم يا منظمة الصحة العالمية لموضوع المرض النفسي الذي أنتم صنفتم إنه والله في 7 طيبين وممتازين وفي 1 سيء؟ سيقول لك الاكتئاب، الحزن، القلق، الأمور هذه. طيب من في اليوم بالله من هذا المليارات البشر يمر بلا حزن؟ يعني اليوم مثلا هل الذين شاهدوا أحداث غزة 2 ما مرضى نفسيين؟ كلنا مرضى نفسيين. لما نجي الآن نصنف بالمنظمة الصحة العالمية، لو أجرت اليوم الأوضاع الذين حزنوا والذين قلقوا والذين توتروا والذين تشنجوا والذين حرموا من النوم، يعني يمكن في دراسة خرجت عن الشأن الأوكراني، دراسة نفسية، لكن أتمنى أن تخرج دراسات نفسية عن الشأن الفلسطيني. بس خلينا نقول في المنطقة العربية. أنا أتصور بمعايير الصحة العالمية نحن مجانين، يعني المنطقة العربية والإسلامية تكاد تكون 2 مليار كلهم عاشوا مرض نفسي خلال الفترة الماضية، لأنهم من الغيظ ومن الكبت ومن الإشكالات الكبيرة جدا يكادوا يعيشوا حالة من التوتر والحزن والاكتئاب. يعني مثلا أنا في يوم من الأيام أشاهد التلفاز وإذا بولدي بجواري ونشاهد الأحداث في غزة وأجد الطفل يبكي. هل هذا الطفل الآن مريض ولا ما مريض؟ مريض حقيقة، هو حالة مرضية إنه أوصلته حالة من الوضع لدرجة أن يبكي بدموعه. فالشاهد إنه نحن هذه الوسائط ننقل فيها بشكل أو آخر أمراض بعضنا البعض. يعني في السابق كان إذا في واحد مثلا مريض نفسي بالمعنى الذي تحدده الآن، اللي هو عنده قلق وعنده اكتئاب وعنده أوضاع، أو حتى يعيش حالة إلحاد، في السابق كان يعيش في قريته مغمور العالم كله قد لا يعرف عنه إنه في ملحد في القرية، مش كده؟ لكن هذا الشخص اليوم ممكن من القرية يطلع لايف، وبحسب الصداقات التي عنده وبحسب النشر الذي يمكن أن يوفره اليوتيوب وغيرها ستجد أنه ينشر مرضه وينشر مشكلاته وينشر توتراته للعالم أجمع. فنحن حقيقة أخي إسماعيل فيما يتعلق بموضوع الوسائط، كلما استطعت أن تقلل العلاقات معها ستعيش حالة نفسية أفضل. يا سلام. أقلها تقلل التوتر، تقلل الحزن، تقلل الاختلاط البشري، تذهب إلى الاتجاه الذي تحدثت عنه في البدايات، العلاقة مع الله، الخلوة مع الله، الخلوة مع النفس. كم منا محتاج إلى أن يخلو مع نفسه؟ هذه الوسائط حرمتنا من الخلوة مع النفس. نعم. فتجد الشخص مثلا 8-9 ساعات مع الوسائط. لو قلت له هل عندك جلسة ساعة في اليوم مع نفسك تقف فيها عن أوضاعك الخاصة، لا أتكلم أوضاع الأسرة، لا أتكلم عن علاقة مع الله، بس أنت علاقتك الخاصة مع النفس، ما الذي ازددته خلال هذا اليوم؟ ماذا قرأت؟ ماذا عبدت؟ أو كيف ما الذي قدمته العبادة؟ ما هو عمل الخير الذي نفعت به عباد الله؟
فستجد كلنا نعيش حالة من الوهم الافتراضي. فاليوم الوسائط تعيشك في صداقات وهمية، وتعيشك في علاقات وهمية، وتعيشك في غرائز وهمية، وتعيشك في وعود مستقبلية وهمية. مش كده؟ هذه كلها إشكالات أنا في تقديري يعيشها الإنسان اليوم من خلال هذه الوسائط. وبالتالي إذا أردت أن تنتقل بهذه الوسائط إلى مساحات أفضل ومساحات أنفع، فسنحتاج إلى نمط جديد في التفكير. نعم. ونمط جديد كذلك في بناء العلاقات. فهي مثلا اليوم مفتوحة للكل. نعم. والدول صار كمان مقياس الحرية فيها يقاس بأنه والله مدى عدم تقييدها للوسائط هذه. فمثلا إذا قامت دولة من الدول حظرت مجموعة من المواقع التي فيها مثلا الفحش، مواقع التي يسمونها مواقع الجنس مثلا، هذه يعتبروا فيها إشكال، بينما نحن بحاجة مثلا إلى حجب قطاعات واسعة لنحمي أبناءنا ونحمي كذلك أسرنا ونحمي أنفسنا من هذا النوع من الضياع. ويمكن في تقديري أن ترشد هذه الحالات بحيث والله لا إشكال، اجعل الناس، افتح لهم مواقع البحوث العلمية، ابحث لهم مواقع الاختراع، مواقع الإبداع، كيف يتطورون، ولكن بشكل يتوافق مع هويتك ومع ثقافتك ومع دينك ومع حلالك وحرامك، حتى تستطيع أن تستفيد من هذه الوسائط. صحيح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الناس دخلوا إلى هذه الوسائط وصاروا مؤثرين، وصاروا على كل لهم سمعتهم ولهم تأثيرهم على الناس، ودخل في دين الله بسبب هؤلاء، لكن أيضا دخلوا فيما يمكن أن نسميه بأمراض الشهرة. فصار خصوصا من صارت حساباتهم لها دخل حريص على إيه؟ على أنه والله التدين الذي ينشره يدخل فيما يعرف اليوم بالتدين التفاهة، بمعنى ما يطلبه المستمعون. فالأمة تحتاج مثلا إلى أنك تحدثها عن الهوية وعن صراع الحداثة وعن العلمنة وعن الإلحاد وعن كذا، وأنت تحدثهم في قضايا تافهة جدا لا تسوى شيء في إطار هذا المعيار الذي نحن فيه. حتى المشيخات، كثير من المشايخ تجد هو دخل إلى هذه الساحة ولكنه بعيد كل البعد من التدين الجاد الذي يدخل الأمة في ساحة الصراع الحقيقي مع القوى الأخرى المعادية لها. لا، هو يعيش على الهوامش حتى لا يحصل له إيه؟ حتى لا يحصل له إنه والله موقعه يحصل له تعطيل، يقول لك والله أنا حأتعطل، موقع حيحبس. وهذه رأيناها مثلا عندما تكتب منشور جاد عن غزة يحبس، تكلم عن إسرائيل وعدوانها يحبس، وهكذا. لما تسألهم والله يقول لك هذا لا يتناسب مع المعايير. المعايير هي معاييرهم وليس معاييرنا نحن. فنعيش على كل في هذا العالم للأسف الشديد إشكالات كبيرة وكبيرة جدا. فضيلة الشيخ، لعله يعني حقيقة من المناسب في ختام هذا الحديث الطيب يعني أن نشير ونؤكد على أنه حقيقة أن نعيد يعني نمط كما أسلفتم، نمط جديد في علاقة الخلة وفي يعني هذا الاتصال الأخوي، وما له حقيقة من آثار يعني تربوية هادفة ونافعة. هذه الحميمية التي ربما في واقعنا قلت اليوم، الصديق الصاحب الذي يجالس ويعني زي ما تقول يفتح له القلب ويرى ما فيك من العيب فيكون ساترا ويكون ناصحا. كذلك المعلم وصداقته والمربي أيضا مع طلابه، يعني بدل الهشاشة بناء حقيقة أخوة وبناء يعني أمور تبني وتعيد للعلاقة هذه يعني الأشياء التي ربما عرفناها في علاقاتنا القديمة وربما اليوم يعني ضمرت أو ضعفت. كيف نحيي هذه الإخاء الذي يمتن الأخوة ويصلح ما نقص ويستر ما يعيب ويقوم ويربي؟ بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. نحن أولا محتاجين أن نعيش نمطنا وليس النمط الغربي. نعم تمام. أنت النمط الحداثي الغربي اللي هو اليوم يسود العالم ويفرض نفسه على العالم، وليس فقط بأنه والله يبثها اختيارا. في السابق كانت الفكرة أنه أنا الحضارات تتداخل، حضارات تصارع بعضها البعض، الثقافات تحاول أن تتجادل فيما بين. اليوم لا، الموضوع لم يعد كذلك. اليوم الأمم المتحدة ومنظومتها على كل التي تقف من ورائها، وهي القوى الغربية التي تتبنى الليبرالية، تتبنى العلمانية، تتبنى الرأسمالية كخيار اقتصادي، تتبنى المنظومة أحيانا ربما حتى الإلحادية، المنظومة التي تقطعك عن الله سبحانه وتعالى. ما عادت اليوم تدخل إلينا بالأبواب اختيارا، بحيث والله نحن أردنا أن ندخلها، ما أردنا ندخلها ما ندخلها. لا، صارت تتدخل اليوم بقوة القانون وبقوة القوة القاهرة.
فتأتي اليوم تقريبا مثلا يأتوا إليك بقانون له علاقة بالأسرة وتنظيم الأسرة وتحديد الجنس ومن هو الرجل ومن هو المرأة ومن هو الذي لا هو رجل ولا هو امرأة. هذه ثم إذا لم توقع الدولة فإنها تكون خارج المنظومة الدولية ثقافيا، وبالتالي يفرض عليها عقوبات ممن يملك هذه العقوبات. للأسف الشديد يعني صار الوضع بهذا الشكل. فنحن محتاجين أولا إلى صناعة نموذجنا. هذا النموذج الإسلامي نموذج مغاير وليس نموذج مستتبع أنه يتبع الآخر، لا، لسنا كذلك، ولسنا ملحقين بالثقافة الغربية، لا، نحن الثقافة التي اليوم إن صح التعبير الثقافة التي تملك كتاب. هذا الكتاب يمتلك الحقيقة المطلقة لأنه من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الكتاب يملك الحق ويملك العدل ويملك القسط ويملك الاستمرارية والدوام والتجاوز، وفي نفس الوقت أيضا يجيب عن تساؤلات الإنسان في كل أبعادها. الإنسان اليوم بحاجة إلى تساؤلات غيبية، هو بحاجة إلى تساؤلات راهنة، هو بحاجة إلى تساؤلات سلوكية، هو بحاجة إلى تساؤلات تشريعية. لا يمكن للبشرية مهما بلغت في نضجها أن تصل إلى هذا المستوى من أنها تجيب عن كل شيء، وإلا صار الناس في أنها أرباب، بعضهم سادة وبعضهم عبيد، فالذين يشرعون هم الأرباب والذين يطيعون هذا التشريع هم العبيد. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالذين يشرعون اليوم في البرلمانات ما هم إلا أرباب لغيرهم، والذين يطيعون وينفذون هذه الأوامر وهي على غير مراد الله وهي على غير طاعة الله تبارك، هؤلاء يطيعون في ما لم يأمر الله بالطاعة فيه. فنحن أولا بحاجة إلى نموذجنا. هذا نموذجنا ليس فرداني. الحضارة الغربية نموذجها فرداني، ولذلك حتى تقنياتها الآن متجهة نحو الفردانية. فأنت في نهاية المطاف معك تلفون تعيش حياتك بعيد تماما على الآخرين، بل أحيانا تعيش الفردانية والناس معك. الغرفة الواحدة فيها 10 أشخاص كلهم بإيه؟ بتلفوني، ويعيش حالة الوهم إيه؟ الذي تحدثنا عنه. إذا نحن أول شيء محتاجين إلى أن نستعيد نموذجنا. النموذج الذي تبنته الشريعة هو نموذج تواصلي. جميل. نموذج تواصلي بمعنى ليس نموذج انفصالي، ليس نموذج فرداني، ليس نموذج قطيعة، لا، عيش الحالة مع الناس الذين من حولك. فالأسرة يمكن أن تعيش مع بعضها البعض جو معين، والحي يمكن أن يعيش مع بعضه بنفس الطريقة، وبالتالي نصنع النموذج الحي في الواقع وليس الحي في إيه؟ الإلكترونيات. هذه المسألة ولا بد منها. وبالتالي لاحظ في السابق مثلا الناس كانوا يخرجون إلى الحدائق مع بعضهم البعض ويستأنسون ويأكلون ويشربون ويتواصلون ويتفقدون بعضهم البعض، مش كده؟ فأول شيء أنا أقول بالنسبة لنا محتاجين إلى إحياء مفهوم الصداقة الحي. فأنت لابد أن يكون لك صديق معك تباشر معه كل شيء، يعني أنت تستطيع أن تكلمه ويكلمك بشكل مباشر، تعيش المشاعر بشكل مباشر، تعيش التعاون بشكل مباشر. أول هذه الحالة لابد منها. الأمر الثاني أيضا لابد من إحياء قيم الصداقة. الصداقة لها قيم. جميل. الصداقة لها قيم، يعني لا صداقة بلا منظومة قيمية. فالصداقة قائمة أولا على الصدق، فأنت تصدقه المودة ويصدقك المودة، هذه قيمة. يا سلام. الحالة المادية عندنا قائمة على المنفعة، إنه والله هل هذا الصديق يفيدني ولا ما يفيدني. السلف رضوان الله عليهم مثلا كان فهمهم للصداقة. مرة واحد من السلف قال: أريد أن أكون أخا لك في الله. قال: لا تستطيع. قال: وكيف؟ قال: هل تستطيع أن يكون ما بجيبك هو نفس ما بجيبي؟ يعني بيعتبر الحالة حالة إيش؟ إن أستطيع إذا وجدت مثلا شيء معلق لك وأنت بالنسبة لي خلاص تآخينا، أستطيع أن أخذ من جيبك وأطلع. ما حد يقبلها، مش كده؟ ليست بالأمر الهين. فالسلف كان عندهم مفهوم للصداقة والأخوة بشكل كبير، لكن نحن نقول قائمة على الصداقة، على الصدق، قائمة على الإخاء. والأخوة عقد دائم لا ينقطع. يعني اليوم تقدر تقول والله أخوك من الدم واللحم، تستطيع أن تنكره؟ لا تستطيع أن تنكره. نفس الطريقة الأخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لك أخوة لا تنقطع. أخوة النسب قد تنتهي بالموت، يعني يمكن أخوك إذا مات انقطع الوضع، بل ربما ينقطع حتى التوارث بينك وبينه إذا كان على غير ملة الإسلام، وتنقطع العلاقة ما بعد الموت، لأنه إذا مات على غير الإسلام حتى لا يحق لك أن تترحم عليه وتستغفر له مثلا، مش كده؟ لكن الأخوة في الله مستمرة. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهنا سبحان الله يحضرني
تحضرني الآية التي فيها قال قائل اللي هي مسألة القرين، وكيف أن هذا القرين يستحضر أوضاعه التي كانت. قال إني كان لي قرين نعم. يقول أئنك لمن المصدقين. يعني كان الجدل بينهم وفيما بينهم حول الآخرة، أنت مصدق أنه في جنة في نار في كذا، مش كده؟ كثير من الناس اليوم والعياذ بالله تجدهم من هذا النوع. أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي هل نحن محاسبون في الآخرة؟ هل سيأتي علينا يوم يكون فيه الحساب؟ قال هل أنتم مطلعون؟ ففي الآخرة أراد أن يطلع على صاحبه الذي في الطرف الآخر النار. وأهل الجنة الله تبارك وتعالى يمكنهم بطريقة معينة من أن يروا أهل النار وما هم فيه من عذاب وكذا. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسطها. قال تالله إن كدت لتردين، كاد أن يضيعه، إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. إذن لاحظ سبحان الله كيف أن موضوع الأخوة أو موضوع الصداقة أو موضوع الخلة له تأثير إلى هذا البعد، يستحضر فيها الإنسان سبحان الله يوم القيامة ما دار في هذه الدنيا ويرى خطورة ما كان فيه. وطبعا الله تبارك وتعالى بما أن علمه يتجاوز الزمان والمكان ولا يحده حدود، فعلم المستقبل بالنسبة لله ليس مستقبلا، إنما هو علم منفتح، الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لعلم الله سواء. فالله عز وجل يحكي لنا كل ما سيكون، ما الذي سيكون يوم القيامة، كلها تأتيك في هذا القرآن الكريم. إذا ارتبط الإنسان بالقرآن الكريم استطاع أن يتعرف على كثير من مشكلات الصحبة والخلة والرفقة. يعني بارك الله فيكم فضيلة الدكتور الشيخ حسن على ما قدمتم، جزاكم الله خيرا. حقيقة المشاهدون والمشاهدات الكرام، نستطيع أن نقول أن قرار اتخاذ الصديق والصاحب يعني هو قرار مسيري له تأثير على دينك وعلى دنياك وعلى مستقبلك، كما أن اتخاذ يعني الصديق السيء أيضا له بالمقابل حقيقة يذهب بك إلى خسارات في عاجل أمرك وآجله. ومن هنا نتوجه أن نتخذ القرار السليم الذي بإذن الله تكون به يعني السعادة وتكون به النفع العاجل والآجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا عامرة بالأصحاب وبالأصدقاء الناصحين النافعين الذين معهم بإذن الله نرقى في الدنيا وفي الآخرة. ونشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة، كما نشكر لفضيلة الشيخ ما تقدم به وأفاد. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.